نبدأ بسم الله. النهاردة الفيديو فيه أفكار حلوة قوي لإعادة تدوير الجراكن البلاستيك وكمان علب الصلصة. أول فكرة هنعملها من جيركن معطر الملابس. أول حاجة شلت من عليه الستيكر وهعلم بالقلم الماركر كده، ممكن تستخدمي قلم في المسطرة عادي. في الأماكن دي كده أنا عايزة الجزء اللي فوق ده، وعند اليد من تحت هعلم على اليد من تحت الشكل ده كده، وبعد كده هقطع بالقطر على كل العلامات اللي انا عملتها بالقلم. هاخد الجزء ده كله. القطر هيسهل معاكي القطع جدا اهو. بصي بيتقطع بكل سهولة. بثبت الاول القطر، بدخله في الجزء البداية مثلا، وبعد كده بشده على الخط اللي انا رسماه بالقلم بالظبط، والموضوع سهل جدا. ده الجزء اللي انا عايزاه. هاخد بقى الشكل اللي تحت ده كده، انا عايزة اقصه على شكل ديل السمكة. كل الشكل اللي انا قصيته ده اداني شكل السمكة بالظبط، يمشي زي سمكة الدولفين وممكن يمشي زي سمكة الحوت او سمكة القرش. شكله اترسم جدا. هنا بقى هاخد من الجزء اللي انا شلته من الجيركن، هاخد شكل الزعنفة بتاعة السمكة. الشكل ده كده طلع معايا اهو مظبوط. هشيل بقى الغطا وهشيل الجزء كمان اللي متركب فيه الغطا. بصوا القطر في ثواني، بيقطعوا في ثواني. قصيت كمان جزء مدور كده علشان اقفل بيه الجزء اللي انا فتحته ده، وهلزق فوقيه الزعنفة بالشكل ده. انا بثبتها من الجنبين كده وسبتها لحد ما نشفت، بقت ثابتة جدا. ده ورق ستيكر قصيته على شكل بق السمكة، وقصيت كمان العلامات او الالوان اللي بتبقى في السمك كده، وقصيت العيون ولزقتها. وبعد كده هرش سبراي، ده سبراي اسود لامع. بعد ما اسيبه ينشف هتأكد ان هو نشف خالص. عقبال بقى ما هينشف انا اخدت القاعدة بتاعة الجيركن من تحت، وده غطا ازازة، ودي ماسورة كانت عندي بتاعة حامل تليفون. انا اخدتها، ممكن يعني بديل ليها تستخدمي عصاية خشب او كمان ممكن ماسورة ستارة، وثبتها بالشكل ده ورشيتها اسبراي ذهبي. كانت هنا السمكة بقى نشفت. هشيل الستيكر اللي انا كنت لازقاه، هظبط بالقلم الاسود كده الاسنان والعيون. الجزء بقى اللي انا شلت من عليه الستيكر، رشيت من السبراي الذهبي في الغطا لحد ما سيل معايا، واستخدمت الفرشة بالشكل ده ولونته بالذهبي علشان يمشي مع القطعة الذهبي اللي انا عملتها اللي هي قاعدة الجيركن. الماسورة او العصاية اللي انا ثبتها احطه فوقيها غطا الازازة ده، وبعد كده هثبت عليه السمكة كده كله نشف معايا. هثبتها عليها كويس، واستخدمت السلاسل دي من اكسسوارات قديمة عندي. ممكن بقى تستخدمي اي اجزاء من اكسسوارات قديمة عندك، هتعمل معاكي شغل حلو قوي. انا علقت السلاسل دي كده، واحدة في بق السمكة، اديتها منظر تحفة. انا شغالة اصلا باللون الاسود والذهبي فهي مشيت جدا. ده ميني لايت، تتباع عند محل الادوات الكهربائية، بتشتغل بالحجارة الصغيرة اللي هي حجارة الساعة دي، حلوة قوي. ودي قطعة من التل، كانت في بندانة قديمة برضو لونها ذهبي وفيها برونز ذهبي. حطيتها فوق الميني لايت كده، ادت منظر تحفة. هلزق فوقيها كمان فصوص بقى لولي، برضو كانت في عقدة قديمة عندي، والقروش الذهبي دي هثبتها كده. ده كان عقد على بلوزة كده، كان هو البلوزة جاية بالعقد ده وانا ما استخدمتوش، فكيته وبدأت ألزقها بالشكل ده على شكل بقى الكنوز اللي بتطلع من البحر برضو اللي هي فصوص اللؤلؤ. حسيت ان هي ماشية مع شكل السمكة جدا، وعملنا قطعة ديكور وحدة إضاءة حلوة قوي. ممكن نحطها في أوضة أطفال، هتبقى جميلة جدا.
او في اي ركن انت حباه، بس هي الاطفال بتحب اوي الحاجات اللي على شكل اسماك او حيوانات. الفكرة التانية علبتين صلصة، دي علبة كبيرة وعلبة صغيرة، وده كم بادي قديم كان عندي، اخدت مقاسها كده ودخلته فيها على طول. هو كمان قماشته فيها مطة كده، البادي الكارينا القديم ده اللي هو عندنا كلنا. اخدت الكم كده بالشكل ده، وبعد كده هطلعه لفوق بعد ما ثبته، وحطيت شمع من على الحروف كلها من جوه علشان اثبت فيها الاطراف بتاعه الكم. ده الغطا قصيت منه جزء كده علشان يجي مقاس القاعدة من جوه، وهغلفه بقطعة قماش برضو من نفس الكم بالشكل ده. انا هغلفه من اتجاه واحد بس، كده كده انا هثبته في القاعدة من جوه. هسيب بس حوالي نص سنتي كده زيادة من القماش حواليه علشان اتنيه عليه من على الاحرف بالشكل ده. كل الجزء ده مش هيكون باين معايا اصلا. هحط الشمع بقى في القاعدة من جوه. الخطوات دي حلوة قوي علشان نغلف اي علبة بشكل مرتب ويكون النتيجة بتاعتي حلوة. بصوا اتغلفت بشكل جميل جدا. دي قطعة قماش بقى قطيفة فيها من نفس اللون بتاع البادي، فادت منظر حلو قوي مع بعض، لايقين مع بعض. انا بحاول انسق الالوان علشان في الاخر العمل بتاعي يطلع الوانه حلوة ومظبوط. انا بحب القماش القطيفة قوي، بيدي اضاءة كده حلوة قوي، فيعني بيبقى شكله شيك في اي حاجة. غلفتها كده بالشكل ده، وهشد بقى الزيادة كلها على القاعدة بالشكل ده، وارجع احط شمع على القاعدة واثبت عليه قطعة القماش، اتأكد انها ثبتت كده، وبعد كده هشيل كل الزيادات بالمقص من على الحرف بالظبط. الخطوات دي لو عملتيها بالترتيب كده ان انتي تغلفي اي علبة، هتطلع التغليف بتاعك حلو جدا، مش حاجة بقى كده تتقطع بسرعة، لا هي معمولة حلوة اوي. بصوا بصوا شكلها تحفة جدا. كده خلصت العلبتين. بصوا بجد شكلها والله يعني يمكن التصوير ظالمها، شكلها حلو قوي في الحقيقة. من عند بقى القفلة بتاعت طرفين القماش كده هلزق العلبتين في بعض علشان الحتة دي مش بتخلي بقى القفلة بتاعت القماش باينة. كده كده الجزء اللي بين العلبتين دول اللي هما ملزوقين في بعض متداري فيه خالص قفلة القماش. دي تكاية حلوة قوي. وهحط لها شريط التزيين ده. انا اخترت لون فاتح لان هي غامقة، والابيض اصلا بينور اي حاجة، والشريط ده كان عندي على فكرة سعره مش غالي خالص. المتر يعني من 7 جنيه كده ل10 جنيه، مش هيغلى عن كده ابدا. بصوا الشكل رائع، شكلهم بجد تحفة جدا، وهيقعدوا معاكي يعني حاجة عملية قوي. بصوا منظم بقى القمشط وزيوت الشعر، ممكن للمكياج كده، ممكن كمان للريموتات. خطير شكله اصلا تحفة، والفكرة مفيدة بجد. الفكرة دي برضو تحفة قوي. انا استخدمت جيركن الشاور. هقطع الجزء ده كده. هنيجي بقى على الجزء اللي تحت ده، هشيل من عليه الستيكر، وبعد كده هقص الجزء ده كده على شكل 7، بس هعمل بالمقص يعني شكل متعرج كده عشان يديني منظر، هيبقى شكله حلو قوي. انا بعمل الافكار على فكرة، ولما بخلصها يعني فكرة مثلا جت في دماغي تخيلتها بعملها، لو ما عجبتنيش النتيجة انا مش بنزل الفيديو مهما استخدمت فيه في خامات وضيعت وقت.
لو انا ما اقتنعتش بالشكل النهائي والفكرة لقيتها مش مفيدة او ما عجبتنيش، انا فعلا مش بنزل الفيديو. الفكرة دي برضو انا كنت متخيلاها، وبعد ما نفذتها اصلا طلعت احلى ما كنت اتخيل. ثبت طبعا الجزء ده زي ما انتوا شايفين، فتحت له فتحة في القاعدة ودخلته وقفلت بالغطا من جوه، فاحنا كده ثبتناه من غير لزق ولا اي حاجة، وهيبقى متين وحلو قوي. رشيته سبراي اسود برضو، وهرش كده من جوه علشان ما يبانش اي اثر للبلاستيك الابيض. ده ستيكر من الستيكر اللي بيتباع في مكتبات الادوات المدرسية. ده لونه فضي حلو جدا جدا في المنظر مع الاسود، حلو قوي. استخدمته كده في الجزئين دول. وده جزء كان في سلسلة قديمة قوي، اخدت الجزء ده كده عليه فصوص وفضي ماشي قوي مع الشريط الفضي، ولزقته في الجزء ده كده. مش هعمل اي حاجة تاني، هي شكلها اصلا رائع والله، تحفة تحفة تحفة. بصوا الجمال، بصوا بقى شكلها لما بتحطي فيها ورد بقى حاجة تحفة قوي.